ايه يا ابني مش تخبط الاول؟ مبروك يا سيدي الشغل، اوعى يعطلك عن مستقبلك. مستحيل. الشغل هيبقى حافز ليه ان العب اكتر. ايوه كده. اهلا باللعيبه. كده النتيجه 1-0 لمازو. بعيدا بقى عن اللعب، حد فكر يستثمر فلوس مكسبه قبل كده؟ قدام المهمات الفلوس دي هتبقى بالملايين. نفكر من دلوقتي نستثمرهم ازاي. استثمرهم ازاي فعلا؟ انت مع اللعبه ماشي. أنا قلت المهمة الجديدة هتبقى بروفا لمستقبلكم في الاستثمار. كل فرقة فيكم معاها شنطة فيها مبلغ مالي. حلاوتك. قد ايه المبلغ ده بقى؟ 500 جنيه، كل فرد 100 جنيه. كل فرد 100 جنيه؟ انت منشفها قوي من الاول. 500 جنيه؟ ده الشنطة أغلى من 500 جنيه. اهدى يا وسيم، مش عايز هاري. مطلوب إن ال 500 جنيه اللي معاكم تستثمروهم في خلال 24 ساعة وتحولوهم ل 500 ألف جنيه. 500 ألف جنيه؟ ده كتير أوفر. وبعدين أنا فرقتي كلهم خاينين، أنا يمكن أرجع لهم تاني. براحتك، بس هتبقى منسحب. لا أنا ممكن أرجع لهم تاني عشان أعلمهم حاجة بس. الفريق اللي هيوصل للنص مليون الأول هو اللي كسبان، ولو ما حدش فيكم جمع المبلغ في 24 ساعة هتبقى النتيجة تعادل، واللي هجمعه لازم يكون راس ماله ال100 جنيه. أي فلوس تانية من بره مش محسوبة. 500 ألف جنيه في 24 ساعة؟ اللي هيجمع النص مليون جنيه الأول هيبقى حلال عليه، دي تبقى جايزته. يلا وروني بقى شطرتكم. ماشي، مبدئيا احنا نبيع الشنطة. يلا يا ويسو، مازو شيك كتير بإذن الله. الديزاينز دي كلها ان شاء الله تبقى جاهزه على الاتيليه الجاي. بس ايه الاخبار؟ احنا جاهزين خلاص، دقيقتين بالظبط وهنبدا الديفيليه. على فكره لو عجبهم العرض وفتحنا معاهم بزنس هنروح في حته تانية خالص. ان شاء الله يا رب. اتفضل اتفضل حضرتك. مش انا قلت لك تغيري التسريحه الزفت دي عشان بتفكرني بايام سودا مش عايزه افتكرها؟ اهو. شيمو انا عامل لك مفاجاه. انا استلمت الشغل الجديد. بعدين يا مازو، انا مش فاضيه دلوقتي. الرياكشن الغير متوقع ده مش فاضيه ده ايه؟ اوعى اركن على جنب، معلش عايز اقعد جنب المدام. اللي بتعمله ده مستر ياقوت. قلت لك مش فاضيه، الديفيليه هيبتدي. ما هو انت يا حبيبتي لو ما سمعتنيش مش هيبقى في ديفيليه. بمعنى؟ شيمو انا طبعا معجب بالابديت الجديد اللي نزل بتاعك كصوره وكصوت وكنجاح في العمل، بس مش هيبقى على حساب اللعب. يعني عايز ايه؟ يعني انت لو بوظتي لي لعبي هضطر اسفا ابوظ لك شغلك. هتبوظ شغلي هتعمل ايه يعني؟ هعمل كده. عصفورة في أحدث صيحات صيف 25. القميص تحت والبنطلون فوق. بص، هو القميص تحت والبنطلون فوق عادي، بس اريال في النضاره ده مش عادي. ده كده تهريج، انت كده هتبوظ لي شغلي. ساعدوني أعيش حالة من النشاط الفني. ازاي؟ يا لهوي. لا مازو عشان خاطري ارجوك ما تهرجش، الموضوع ده ما فيهوش تهريج. استني لما تشوفي غريب. وده هتلبسه ايه؟ هو كده مش كفاية؟ هو هيطلع زي ما هو كده، الديفيليه هيبوظ. أحسن لك العبي معايا. ما انا ممكن العب معاك وابوظ لك لعبك. ما أنا هبوظ لك شعري. وانا هبوظ لك وشك. ما أنا هبوظ لك وشه. هعلي. شيمو العبي معايا وأنا هساعدك في شغلك. هتساعدني في شغلي ازاي يعني؟ إني هبعد عنه. أوعدك إن أنت لو لعبتي طول السنة هخليكي تشتغلي في الصيف. طب خلاص، هتنيل العب معاك. تلعبي معايا؟ ايوه بس خدهم. ماي بيبي. خدهم عشان خاطري، دي خليني الإجابة اللي أنا مستنيها حبيبتي. اتفضل يا مستر مورجان، اقعد جنب المدام. ياقوت يا حبيبي كلها معادن نفيسه. شيمو اقلب البتاع ده بسرعه وعلى البيت. ها عندنا تحدي صعب، عايزين نسافلت وسيم. ها خلاص يلا فضيناها. يلا تعال. ودي هنعملها ازاي دي؟ ده نص مليون جنيه. معرفش، مش انتوا بتفهموا في الفلوس وكسيبه؟ تصرفوا بقى.
شوفوا بقى حد تخدعوه زي ما بتخدعوا الناس. لا لا، في ايه؟ الله، ما تبقاش قموظه بقى، افصل، خليك بروفيشنال. انا مجروح يا جميل. الا جرحك انت. خلينا في المهم، اهم حاجه الفلوس دي تبقى حلال ولا اتصرف انا بمعرفتي؟ اكيد حلال، هي لو مش حلال انا هلعب ليه يعني؟ شوف يا مستر وسيم، انا بحكم ان انا راجل اعمال واعرف الفلوس تيجي ازاي وكسيب، فممكن اقول لك ايه بس انت بتتنطط عليا عشان انت راجل كسيب وانا مش كسيب يعني؟ انا كده حرام عليك يا بسيوني، ما صدقنا رسمناه. انا كل اللي عاوز اقوله ان ال100,000 جنيه بتوعه هيكونوا عنده في خلال ساعه. بس 100 جنيه ده قليل قوي. طب على الاقل نتشارك. انا طالما المال في ايدي، شوفوا العبد لله هيتصرف ازاي. وانا عن نفسي هحط ال 100 جنيه بتاعتي على ال 100 جنيه بتاعتك، ونبدا اول واحلى قصه صعود ب 200 جنيه في التاريخ. ما تقلقش يا حبه. صحيح هغشه؟ وايه؟ هتستلفي بقى من بسيوني الكسيب؟ ولا هتجيبي عرض الفطيره اللي ب 2 جنيه وتبيعها ب 50؟ لا لا لا، ما تعيطش بقى. مجروح. الا دموعك انت. ايه ده؟ ده مفيش دموع. لا دموعه لا، ما تعيطش خلاص. شكرا يا وسيم، انا كنت بعمل كده عشان اساعدك، بس واضح ان انت نسيت ييسو. انا مش عايز اسمع الاسم ده تاني. يا عيني على بختك يا بنتي. وتنيلي يا عيني على بختك انت، بصي جنبك. على فكره يا وسيم، انا كل اللي عملته ده علشان اساعدك، وعشان مش عايزاك تحس ابدا ان انت مقصر معانا او مقصر في البيت. وعموما يعني انا وال100 جنيه دي تحت امرك في اي وقت، انا وكل ما املك تحت امرك. عارف ليه؟ عشان انت استثماري الرابح. يا الله، هو لسه في وفاء كده؟ على فكره يا ايسو، بنك الحب فتح من تاني ونزل شهادات عشق ب 100 جنيه. تشتري؟ اشتري، بس الاول قول لي يا حبه فوائدها على كام؟ فوائدها كتيره قوي، للحب وللقلب. يا بنك الدم، خلي عندك دم. هنجمع ال 500,000 اهيه في ازاي؟ طيب تفتكروا بقى لو اي حد فيكم مكاني ممكن يعمل ايه بال100 جنيه؟ الله يخرب بيتك، دي وقعت. الله يخرب بيتك يا شويكار، ده احنا لسه بنقول يا هادي. اللعبة عايزة ال 500 جنيه دول يبقوا 500,000 جنيه، فكل واحد فيكم هياخد 100 جنيه هيستثمرها ويرجعها 100,000 جنيه. مازو، ايها الفهد البرتقالي الملعون، وانت تصدق يعني لو ساعدوني الدين حسين يعرف يحول ال100 جنيه دي ل100,000 جنيه كان هيستنى اللعبه تقول له؟ هو الإنسان يقدر يعمل أي حاجة لو عنده إصرار وعزيمة. صح، عشان كده انا هكون الإنسان، أنا بتكلم على الإنسان، ما جبتش سيرتك. إنما البهايم ما بيعملوش غير اللي بيطلب منهم وبس، فأنا عايزكم تعملوا اللي هطلبه منكم وبس. بهايم؟ أنا بتكلم عليهم يا حبيبتي، أنت معايا، فأنتوا هتعملوا اللي أنا هقوله لكم بس وما تزودوش، يا إما تدوني ال100 جنيه أنا هستثمرها وأرجعها 500,000 جنيه. غريب، عنده إحساس غريب إن أنت عايز تنسب المكسب كله ليك أنت. لا، أنا صعيدي وما اقبلش أكسب غير لما أشم ريحة عرق جبيني. يا لهوي على القرف. عشان نلعب صح. ما أنت لو لعبت صح أنا هخسر صح. بقول لك ايه يا مازو، طالما انت مش واثق فينا قوي جايبنا نلعب معاك ليه؟ انا مش فاضيالك، انا ورايا شغل. يا حبيبتي انت معايا والله، انت في حته لوحدك غير البهايم دول. لا يا مستر مازو، احنا كلنا بنعرف نفكر وعندنا مشاريع عايزين نحققها. انا هقول لكم على معلومه يمكن دي لاول مره، انا شخصيا دخلت مسابقه المخترع الصغير. صغير يا عجل انت فاكر نفسك صغير؟ هات يلا ال100 جنيه. لا خلاص والنبي. خلاص بقى بطل غباء بقى، وانت بلاش تتنطط علينا، ما تبقاش نرجسي. غربة، ايه نرجسي ده؟ ده لون ما بين الاصفر والبربل. صحيح، العلام بيفرق يا ذو الشنب المعكوف. بص يا مازو يا الصديق الصدوق، بصراحه كده انا كنت مكنف مشروع نفسي اعمله، اللي هو مشروع مسرح الطفل الكبير. ما المشروع ده احنا مش هنقبض العائد بتاعه غير لما الطفل يبقى كبير، فلازم نشوف مشاريع تانية. تعالى الله يسهل لك يا باشا. تعالى امسك. امسك ايه؟ هات اتكل على الله، انت ما صدقت. ربنا يحنن عليك. انت بتعمل ايه؟ ال100 جنيه اللي لسه هتبدا بيها المشروع بتديها للشحات. افهمني بقى يا مازو، احنا مش اتعلمنا ان الحسنه ب10 امثالها، ودول 100 جنيه هديهم للشحات هيرجعوا لي 1000 جنيه، هديله ال1000 جنيه هيرجعوا 10,000 جنيه، اديله ال10,000 جنيه يرجعوا لي 100,000 جنيه، وكده يبقى احنا كسبنا التحدي وكمان كسبنا ثواب. ساعدوني.
امسك ال 100 جنيه بتاعتك. تسلم. كل واحد ياخد ال 100 جنيه بتاعته ويسعى. احنا كده كده وسيم اتعادل وخسرنا التحدي، بس احنا هنلعب للشهره على امل ربنا ياخدكم كلكم. نعم. هم ياخدهم. انت معايا والله يا حبيبتي معايا. يلا اسعوا اسعوا يلا. انا خايفه قوي يا وسيم. تخافيش يا اسراء، جمدي قلبك، انا جنبك. حركه ذكيه قوي يا شوشو ان احنا نأجر حاجه بالفلوس وناخدها نبيعها، ولما نكسب ان شاء الله نبقى نرجع للراجل فلوسه. شفت بقى افكاري اللوزعيه؟ لا انا هعتبرك بعد كده المستشاره الخاصه بتاعتي في اللعبه. بس يا ريت تفتكر يا اخويا ساعه المكسب وتقسيم الفلوس. مش ضامن بقى. يا مساء الفل يا معالي الباشا، كيفك ايه؟ هوائي ولا ناري؟ انا خايف يا اسراء، يلا بينا. ما تخافش يا وسيم، جمد قلبك، انا واقفه جنبك. يا وسيم هو قصده يقول لك عجله ولا موتوسيكل؟ انت ادي مجدي، ادي بقى، احنا ما بنلعبش مع بعض من زمان ليه؟ معاكي نمرتي؟ انا مش عارفه، انت مش مسجلها؟ هي الساعه بكام يا ريس؟ العجل ب 100، موتوسيكل او بيتش باجي ب 200. وفي الشديد منه. الراجل ده في الغريب منه قوي. طب احنا هناخد عجله. الله، عجل! نفسي اركب عجل قوي يا وسيم. فاكر في شهر العسل لما اجرنا عجله وخدتني وراك ودخلنا في شجره صبار وقعدت طول الليل اشنك بالملقاط الشوك. خلاص يا اسراء، منين يا اسراء؟ في القصه خلصت هنا. القصه ما خلصتش. اسراء كملي. قعد بقى طول الليل. خلاص يا اسراء، مفهومه يا شويكار. احنا هناخد عجلتين. فاكر يا وسيم لما اجرنا عجلتين في شهر العسل؟ مش فاكر شهر العسل يا اسراء، مش فاكره، ناسيه وناسيكي. وسيم خلينا في البيتش باجي، على الاقل بيجيب 200 جنيه، هنلم فلوس كويس. طب احنا هناخد باجي. احلى بيتش باجي ليك يا دبابه. بقول لك ايه، الحته دي الماني، استعمال طبيب، في السريع منه. انا بقيت خايف منه قوي. مرعب قوي. كيف؟ البطاقه بس. بطاقه ايه؟ انا سايب لك حماتي ذات نفسها. انا قررت اعمل جمعيه تتقبض باليوم، وتهاني قالت لي ان انتوا اصحابها وناس محترمه وهتلتزموا في الدفع، ف 100 جنيه كل واحد، وكل يوم في واحد هيقبض، وادي ال 100 جنيه بتاعتي. ولضمان الشفافيه هنعمل قرعه عشان نشوف مين هيقبض الاول ومين التاني ومين التالت وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مازو، انا هقبض اول واحد. انت بتخم على فكره، انت عارف الورقه اللي مكتوب فيها مازو. خلاص يا تهاني، لو مخوناني قوي كده اسحبي انت. اسحب انا، استنى كده. يا رب ابقى انا. مازو اهو. انا اسفه ظلمتك. انا مسامحك، اصل هعاقبك ايه اكتر من ان انت مرات سعدون؟ هو في عقاب بعد كده؟ خد بالك، الستات دول كلهم ما بيثقوش غير في جمعياتي انا، وما جوش غير لما قلت لهم ان انا اللي منظمه الجمعيه. حلو قوي، هم 8 وانا وانت 10 في 100 1000 جنيه استثمار حلو كبدايه. طيب يلا كل واحد يحط 100 جنيه. يلا. ماشي، حد ما حطش اكتبي اساميهم كلهم عشان دي فلوس ناس. يلا. انا صحيح هقبض تاني واحده، يعني هجي لك بكره زي ما قلت لي. طبعا تيجي الصبح بدري تاخدي قبضك. هتقبضني تاني واحده زي ما اتفقنا؟ طبعا تيجي الصبح بدري تاخدي قبضك. هقبض تاني واحده زي ما قلت لي. ها؟ طبعا تيجي الصبح بدري تاخدي قبضك. بقول لك ايه، هو انت بتشتغلني؟ انا سامعاك بتقول لكل واحده فيهم انها هتقبض بكره. مازو مش هسمح لك تهز ثقه الناس دي فيا. بقول لك يا تهاني، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر سعدونا بنتك. زقي الجمعيه دي معايا وانا هروق عليكي. هتروق عليا ازاي؟ هقبضك تاني واحده. احلف. تيجي الصبح بدري تاخدي قبضك. يس. او شيش بيش تخسر يا حلو. ايه يا عم الخم اللي انت بتخم ده؟ انا تهت منك، اقول لك والله العظيم ما انا لاعب معاك تاني. انت حمرا ولا ايه؟ ايوه، هم الخسرانين دايما كده، يحبوا يحمرقوا. هل من منافس؟ تعالى تعالى يا حلو. هتراهن بكام؟ على 180. حلو قوي يا ولد. نزل مشاريب للناس الحلوه اللي قاعده دي كلها على حسابي، حسابي انا. تحت امرك يا ريس. هترجعونا لايام الشقاوه تاني. كده حساب حضرتك 100 جنيه. ماشي يا باشا. ايه ده؟ دي مقسومه نصين. معلش هات كده. اتفضل.
يعني ورقة ال100 اللي معايا بقت ورقتين، يعني قطعة كمان تبقى 3 ورقات. يعني لو 1000 ممكن ورقة وقلم، معلش أي ورقة وقلم. اتفضل. لحظة واحدة بس. يعني لو 1000 قطعة يبقى 1000 قطعة ورقة 100، يعني 1000 في 100 يبقى 100,000 جنيه. الله أكبر. طب ما هي طلعت سهلة أهي. ده أنا كنت عامل كمية مشاريع بالسندوتشات دي، أنت مش فاهم. حضرتك معاك ورقه واحده و100 واحده، روح غيرها وتعالى. ماشي. أنا استثمرت خلاص. يعني لو 2000 قطعة يبقى 1000 200,000. ده أنا هكسب الفرقة كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بضحك بالجيتار بالجيتار بالجيتار. انا اديني 50,000 جنيه. انا سعدون، انت بتعمل ايه يا سعدون؟ انا بضحك سعدون، فين ال 100 جنيه اللي المفروض تستثمرها؟ بستثمر بالجيتار. ولا استثمرت في ايه؟ استثمرت في اعظم استثمار، في احلى استثمار على وجه الارض. استثمرت في نفسي. يعني رميت ال 100 جنيه في الارض. اوعى تقول لي انك بال 100 جنيه اشتريت الجيتار ده والمايك ده. ها؟ عم الله يحنن عليك، 100 جنيه ايه؟ دي العده دي بالافات مؤلفه. ربنا يحنن عليه. مستر نعمان الجنينه اداني الحاجات دي عشان اجربها. جرب بالجيتار. اسمعني يا سعدون، امال ال 100 جنيه جبت بيها ايه؟ البورنيطه دي. جبت البورنيطه دي ليه؟ عشان نلم فيها الملايين اللي هتنزل عليا. انا بضحك. ملايين ايه اللي هتيجي في البورنيطه؟ اما في حد عدى تف فيها حتى يا سعدون. هيتفوا دلوقتي بس انت انا بضحك. الناس طفشت من صوتك، الطيور هجرت يا سعدون. مش من صوتي، ده من المايك الزفت ده مطلع صوتي شواذ. ده انا هعمل فيه ريفيو هدمره. المايك بريء منك ومن صوتك. اسمع يا سعدون، تتشقلب وتملى لي البورنيطه دي فلوس. لو ما جاتش فيها فلوس قول لهم دي بتاعت شمس الزناتي وبيعها باي رقم كبير. مين شمس الزناتي ده؟ انا ايه يا مستر مازو؟ ايوه يا عصفور. يعني بص، هو حصل شوية حكوسات كده والمية اتقطعت مني. يعني انت مش بس ما زودتش ال100، انت كمان ضيعتها؟ لا ما تخافش خالص، انا اتصرفت خلاص. عملت لها ايداع في الATM وشربتها. طلعت لي واحدة جديدة لانج، ابتدي بقى من الاول خالص على نضيف. ATM ايه اللي حطيت فيها الفلوس يا ابن مستر مازو، انا مش بحب لما تكلمني بالطريقة دي. وليه بس شتيمة طيب؟ الو مستر مازو. شيمو يلا، فين الفصيلة اللي هنعرضها؟ لا أجلتها. أنا الكوليكشن ده مش هعمله دلوقتي، أنا هخلص دي وأديها لك. ايه دي اصلا؟ مش فاهمة ايه القماشة دي؟ وبعدين دي هنحط عليها اللوجو بتاعنا ازاي؟ دي بوكسرات مازو القديمة دي ولا ايه؟ جبتيها منين دي؟ ولا لقيتها بقى ب 100 جنيه. نعم. جاكسون، بقول لك ايه، مش وقت هريك خالص. امشي كلمي لي الليسته بتاعت الVIP كلاينتس وقولي لهم ان النهارده شيمو محضره لكم سبيشال اديشن. منك لله يا مازو، انا كاريري هينتهي قبل ما يبتدي. اشوف فيك يوم انت واللعبه. هموت يابا، مش قادرة، مفيش حتى بوج مية. يا سنة سخة يا ولاد، البت مسعيدة هتروح مني. معكيش بوج مية؟ ووتر. انت بتكلمها ليه؟ بتبصي لها ليه؟ ده عشان شوف حل، الناس هتفطس. اعمل لك ايه يا اخويا؟ ما هو الايه سي مش شغال. ايه الاي سي دي؟ الاير كونديشنر. فهمتك. ايه الحظ النحس دي؟ طب اقول لك ايه يا اسطى، ما تركن في اي داهيه نجيب لنا بوج ميه. اوعى تقف يا اسطى، اللي بقول لك اهو. هو ايه اللي اوعى تقف؟ الواحد روح هتطلع من جدته. الله صحي يا ولاد، بنخرج من داره ونقل مقداره. دي تعليمات جناب المستر يا اختي. جناب المستر قال له روح نتعلم الزراعه في اول قريه اتزرعت في مصر. ايوه، يعني ايه يا حبكه نتعلم الزراعه ده عشان في الصحراء؟ ما نتعلمها في اي سنتر تعليمي. يا ساتر يا ساتر يا دي النحس، ادي الاتوبيس عطل. ما من نبرك انت ومراتك وبنتي. ده انتوا عيله نباره، انزلوا. يلا يا وليد، يلا انزلوا. السلام عليكم. بقول لك ايه والنبي انا على الله، اديني باكيتة مناديل وانا جنبك هنا هديك الفلوس على طول. الله يبارك لك. استغفر الله العظيم، هبقى شحات على اخر العمر يا غريب. شحات بس مازو بيه ما يخسرش.
تشتري مني مناديل يا باشا؟ لا شكرا. ده قلة الذوق دي، قلة الذوق دي. السلام عليكم. تشتري مني مناديل يا باشا؟ ما تعملش زي الطروبش اللي قبل منك. اشتري مني. ده قلة الذوق دي. لا الإشارة دي مش نافعة. مش قادر دهشان، انا ريجي ناشف. ما تيجي نتمشى هنا ولا هنا نشوف بج ميه؟ نتمشى فين؟ احنا في صحراء يا بورتان. ان شاء الله حد هيعدي دلوقتي يكون معاه ميه ان شاء الله. وده مين يعني اللي امه داعي عليه اللي هيبيع ميه في الصحراء؟ طب بقول لكم ايه، ما تيجوا ندعي دعاء المطر. ايوه صح. مية النيل سلسبيل اروي عطشك يا عطشان. يا فرج الله، ربنا استجاب لدعائي. هات ميه، اديني ميه. انت بتكلم مين يا بوردان؟ فوق دي سراب. لا، حقيقة بطعم السراب، محسوبك جميل السقة. كوباية المية ب 500 جنيه. طب واللي معهوش فلوس؟ لو معاه صيغة يجيبها. طب بقول لك ايه، ما تاخد الولية دي وتجيب لي مكانها قارورة مية؟ لا مؤاخذة، ما بشتغلش في المستعمل. يا نهارك اسود، يعني انت بستلة ميه احسن عندك مني؟ اكتبي يا ولية، انت جيت لنا من السما. يا بلدينا توه في اي مكان في الدنيا، قول بس جميل السقة هتلاقيني معاك اجدع من السقة. لا وسعت منك دي شوية، مفيش حد اجدع من السقة. بس بصراحة جناب المستر اجدع سنة. خلاص خلي السقة وجناب المستر يسقوكم. لا خلاص خلوهم يسقوكم. لا خلاص انت اجدع من السقة. معاك فلوس؟ لا. معاك صيغة؟ لا. كانتكم البلة فقرة اتفقوا. يلا يا اخوانا، اللي معاه فلوس يجيبها واللي معاه دهب يجيب. يلا if you have money and gold. طب نستأذن احنا. كانتكم البلة فقرة. يبقى يسقيني شوية مية، انا اديتك بوج في الطريق. ثانك يو. وانت كمان. See you soon. Take a cup. Give me the gold. All the gold. All. الاتوبيس اشتغل يا اخواني. او اخسر يا حلو. اما انك طلعت ملطف صحيح. العب دور تاني. ما عادش معايا تاني. لا بقول لك ايه، كفيني لعب. انا لسه ما حصلتش التارجت بتاعي. كفيني دي تقولها لما تبقى مغلوب، مش مقشطنا كلنا. بتكسب ازاي انت؟ انا مش فاهم. يا ولد نزل مشاريب للناس الحلوه دي كلها على حسابي، على حساب انا. ما تنجز بقى يا وسيم، اعمل اي حاجه، هي الساعه اللي احنا مأجرينها. ما تلاقيش يا حب بقى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد 500,000 جنيه، مين يزود؟ انا زود يا وسيم. هنبيعه بالرقم ده احنا بعنا ماما عشان نعمل كده، يعني زود شويه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد 600,000 جنيه، هي شويكار اخرها 600. معلش يا يوسف عشان خاطري اعلى 100، يعني خليها 700 عشان لما ننزل ما نقلش عن ال 600. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان خاطر حماتي شويكار 400,000 جنيه. 400 يا ريس، مش لما تعرفنا امكانياته الاول؟ حضرتك ده استخدام طبيب. ايه ده حضرتك؟ دي بتهزر. انا مش طبيب اصلا، انا انسان عادي. ده 400 سي سي. الهيكل ده الياف ولا الومنيوم؟ لا ده الومنيوم طبعا. ارياف. ارياف حضرتك، ارياف. ارياف؟ ايوه، ما احنا اصلا من الارياف على فكره. ارياف حضرتك. طب ونظام الدفع ايه بقى؟ الدفع طبعا كاش. انتوا اول مره في السوق ولا ايه يا اخوان؟ يا وسيم يوصل نظام الدفع رباعي ولا خلفي؟ قول رباعي، قول رباعي. رباعي؟ رباعي؟ تعالوا كده. معلش يا جماعه، نقف بقى نسمع الكلام كله مره واحده عشان انتوا مزاوليننا كل شويه تروحوا وتيجوا كده. والمكنه دي موديل سنه كام؟ سنه 2025 حضرتك. امال المكتوب عليها 2020 ليه؟ انا اتسرعت يا وسيم. لم ايه دي؟ هظبط لك الدنيا. حضرتك ما انت بتعرف تقرا اهو، وشايف ان مكتوب عليها 2020 مش 2025. ليه الغلاسه اللي انت فيها والخيال نقعد نفكر في اجوبه غلط؟ بقول لكم يا جماعه، الموتوسيكل ده مسروق. مسروق. يمشي معاكم بكام؟ مسروق يا حبيبي. انت اتسرعت قوي يا وسيم. مش استفزني جدا. هنلم ازاي دلوقتي؟ تعال نروح نلم في حته تانيه بقى. كبي. استناني يا وسيم. يلا يا حب. امسك. فاضل ايه تاني؟ ما توعى اجيب لك الدبدوب. انسى دي محدش كسبها. ولو جبت لك الدبدوب تديني الحاجات اللي انت كسبتها دي؟ طب وريني. والله العظيم انتوا جيل عليه العوض، ربنا يستر عليكم.
ازاي دي؟ عيب عليك عيب عليك، انا قديم. بس خد دي هديه مني ليك. شكرا قوي. عبيط يلا، انت صدقت. يا استاذ يا استاذ، خلاص كده ما فاضلش غير ورق الزينه جوه. انت قشطت على كل حاجه. قشطت ايه ده؟ انا لسه بسخن. انا هروح ابيع الحاجات دي، وعايزك على مرجع الاقي لك جهزت لي ب 8000 جنيه كوينات، ماشي؟ ولا اقول لك احجز لي المكان كله. شحتة أنا شحتة أنا بشحت بالجيتار. لو سمحت ساعدوني قولي. لو سمحت. الله يحنن عليك يا حبيبي. يحني عليا ايه؟ ده انا عامل خصم 60% ومحدش بيجي لنا المحل. اما تعمل 95% خصم يمكن يجي. ما هو مش عايزين يجوا بسبب صوتك. انا مش بتاع وجود. احنا لمينا المبلغ ده كلنا اصحاب المحلات، ولو سمحت امشي من هنا. تسلم وتعيش وكل قرقيش. انا مقدر طبعا تعاطفك معايا انت واصحاب المحلات، بس انا للاسف طموحي اكبر من اللي في القبعه بكتير كتير. ما انا عايز كام ان شاء الله؟ 100,000. ده كل الفلوس اللي معايا، واعتقنا بقى لوجه الله. طب ثانيه واحده معلش اكلم مازو. ومين مازو ده كمان؟ اللي مسرحنا. يا سعدون. ايوه يا مازو، انا لميت حوالي 12,000 جنيه. تحفه، امشي امشي وهاتهم وتعالى لي بسرعه. انا لسه كنت هغني لهم نسم علينا الهوى وكانوا هيطلعوا كل اللي معاهم. لا 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 ما تغنيش حاجه، هاتهم وتعالى لي حالا يلا. البورنيتا شيمو سبيشال اوديشن. شايفين الحلاوه؟ شايفين ده اوبشن جديد بيوسع ويضيق حسب وزن جسمك وانت بتلبسيه، وممكن انزل لكم اوبشن كمان الترزي يفضل ملازمك كده برضه يوسع ويضيق عشان يعني الووتر اتنشن. المفاجئ ده اللي بيحصل. مين المحظوظه اللي هتشتريه؟ لا بس ده ما يستاهلش 200,000، ده حتى ما فيهوش مشغولات. شيمو بقول لك ايه يا حبيبتي، انا بعت الفستان لنيلي كريم وهي هتموت عليه وهتبعت السواق ياخده. ايه رايك؟ انا ممكن ادفع لحد 180,000 بس، اكتر من كده احس انه اتضحك عليا. استحاله، انت كده هتخسريني 20,000 جنيه. انا بقول نيلي كريم اولى. لا خلاص مش مشكله، يبقى عليكي ليا 20,000 جنيه. انت اولى. مبروك عليكي، مبروك مبروك عليكي. انا شكلي هموت هنا ولا ايه؟ الشمس قورت نافوخي. معايا كل الملذات، ملذة، لكن كل ده ما يسواش قصاد بق ميه. في داهية الفلوس يا رب. انا عايز بق ميه. الحمد لله على السلامة. ايش جابك هني؟ ده حقيقة اسمع، عايز بق ميه ضد مخيطه، رش في بينا كولادا عمود. كم تجي هذا؟ انا بشتريها من الكشك ب5. هذه في الدكان ب5، انما هني تسوى اللي في يدينك. اليمين ولا الشمال؟ الاثنين. لا خد على هنا. انت مش خدت الفلوس، وصلني معاك. تسلم يا باشا. ايوه يا مازو بيه. لا انا لحد دلوقتي بايع 180 واحد. لا اطمن. ايوه طبعا محافظ على راس المال. لا ماشيه حلو. بقول لك ايه، انت بكره هتوقف لعب وتيجي تعمل البيزنس دي. اي والله زي ما بكلمك. ويلا اقفل بقى عشان الاشاره هتفتح. تشتري مني مناديل يا باشا؟ اتفضل يا باشا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طب والعمل يا وسيم؟ الوقت بيضيع مننا وخايفه احسن الراجل يعمل حاجه في ماما. بقول لك ايه، مش مهم ماما خالص دلوقتي. انا في الداهيه اللي احنا فيها دي. المشكله ان احنا كمان لازم نحافظ عليه لانه يعتبر كل ما نملك. يا ريتني ما سمعت كلامك يا شويكار. بس انا خايفه يعمل فيها حاجه يا وسيم. ما تتحرق، فكري في نفسك بس. مش عارف. بقول لك ايه، تيجي نأجر الباجي ده وبالفلوس اللي تطلع لنا
نبدا كل حاجه من جديد. هجيب لنا كام يعني؟ احنا بنضيع يا وسيم خلاص. احنا ضعنا بنضيع ايه؟ جرى يا وسيم بيه، مالك انت وام اكرم قاعدين زي اللي ميت لكم ميت؟ خير. بقول لك ايه يا غريب، ما تعرفش حد يشتري مننا البيتش باجي ده؟ جرى يا ام اكرم، مش احنا اللي نساعدكم في حاجه زي دي؟ هو غبي بس مش للدرجات دي. وبعدين ليه هتبيعوه لحد غريب؟ وغريب موجود اصلا. ده انا رايح شرم وعندي سفاري وهحتاج له. لا بصراحه انا شايفك لايق قوي عليه فعلا. السفاري شرم بشعرك الجميل ده يعني بصراحه تحفه يعني. بس للاسف هو غالي عليك قوي يا غريب. غالي على مين يا وسيم بيه؟ غالي عليا يعني؟ طب على الطلاق بالثلاثه ما حد هيشتريه غيري. ولا انتوا عايزين تجلبوني في فلوس المهمه الجديده؟ لا طبعا يا غريب، ما يرضناش نعمل فيك كده، وبعدين اصلا لازم تكون من حر مالك يعني للامانه. اصيله يا ام اكرم اصيله. وللامانه برضو يا غريب هو ملوش ورق الصراحه. جرى يا ام اكرم في ايه؟ اوراق ايه؟ ده انتوا اختام ماشيه على الارض. انتوا بس قولوا لي جبتوه منين؟ احنا جبناه منين؟ جايبينه منين؟ ده يا سيدي بتاع اكرم بعته لنا من بلاد بره، اصل هو صغر عليه قوي فبعته لنا هو وهدومه الشتوي. يعني دي كمان مستورد؟ طب بكام؟ 500,000 جنيه. هم 120,000 بايع. اكرم يزعل. قولي له حاجه يا ام اكرم عشان خاطرك انت بس يا غريب، وقف وحياتي يا وسيم. بس عشان خاطر شايفك قوي في شرم في السفاري بشعرك بالباربيكيو، هتعملوا باربيكيو بالكفته بالطحينه انا موافق. حلو. هخش اجيب الفلوس دقيقه واجي، ما تلعبوش فيه عشان ده بتاعي. ده بتاعي. انت طلع غبي قوي فعلا. اغبى من سعد. دش انا كسبت. مش قلت لك القضيه ممكن؟ مش ممكن، ده عمرها ما حصلت. ده انت لعبك ممل يا اخي، انت كرهتني في الطاوله. مع السلامة. ابقى سلم لي على شرفاء قهوة السويسة، منورين يا رجالة، حاجات ساعة للرجالة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللي نفسه في حاجة يطلب تاني، يشربوا حاجة. يا سلام، ايه الحلويات دي؟ ايوه كده، ايوه ادي 1000، ادي كده 3 5 7. يا ما انت كريم يا رب. ايه يا ابويا نسيني خالص انت الحساب يا حاج. لا مؤاخذة يا ابني، اصل طعم المكسب نساني الدنيا. الحمد لله والله مبروك يا حاج. حساب الناس دي كلها بالمشاريب 8000 جنيه. وماله؟ دقيقة واحدة اروح البيت اجيب لك الفلوس واجي لك على طول. امال لا مؤاخذة اللي في ايدك ده ايه، بلالين؟ لا الفلوس دي ما ينفعش يطلع منها، انا هجيب لك من الفلوس اللي في البيت. لا بص انا هاخد من دول وانت خد من اللي في البيت. هات الفلوس دي كده. انت قلت لي كام دول يا ابويا؟ 7000. يبقى كده ناقص 1000. هتدفعهم لي دلوقتي ولا احبسك جوه في القهوه؟ اقول لك على حاجه حلوه. قول لي. كفيلي لعب. يبقى احبسك في القهوه جوه. يلا بينا يا ابويا، يلا بينا، يلا يا ابويا، اتفضل. عندكم لعيبه ولا كلها بقت فانيلات؟ جاي في نجم؟ جاي في مهارات. هننزل لبعض مهارات، واللي يوقع الكوره هو الخسران. بس هنعلق فلوس الاول. 20 جنيه؟ ماشي. انا هقف جنبك بس عشان انت لسه شاب وفي بدايه حياتك. تعرف تنطق لحد كام؟ برافو. 53. والله العظيم 54. 55. اقول لك حاجه، 155 حلو. انا تعبت. كم؟ 1184. مش وحش. اللي بعده. اللي بعده.
دي التبات والادوات المدرسيه اللي انا كسبتها من العيال. بص الحاجات دي تعمل لها يجي 200,000 جنيه. انا مش عايزك تبيعها بثمنها، اقعد كسر مع الراجل وبيعها له ان شاء الله بنص الثمن، على ما انا هلف على مدارس الفتره المسائيه. هو انت اللي قلبت الوزاره في التبات بتاعتها يا مازو؟ ده احنا هنشوف اسوأ نتيجه ثانويه عامه على مر التاريخ بسبب اللي انت عملته. ماذا سنقول للتاريخ في هذه المحنه؟ وماذا سنقول للتاريخ لو خسرنا يا سعدون؟ هنوري له وشنا ازاي؟ ومين ده اللي هنوريه؟ التاريخ. سعدون على قد ما انا مبسوط ان احنا بنكسب، انما والله انا زعلان فعلا على حال الاجيال اللي طالعه، ده ما فهمش لعيب واحد. ربنا يستر على عيالنا. يلا انت بيع له الحاجات دي وهات لي الفلوس وتعالى بسرعه يلا. فعلا ربنا يستر على عيالنا. يلا. اهو يا باشا الباجي بتاعك اهو. انا بقول لك الواد ثبتني، انا كنت راكب وبقول لها امسكي كويس يا اسراء. اسراء مين؟ انا في السنكش منه. وقعدت اقول له عشان خاطري علمني السواقه يا وسيم. وسيم مين؟ انا في اللارج منه. بس انا قلت لها بقى لازم نرجع الباجي عشان ما نتاخرش على الشويكار. شويكار مين؟ انا في القديم منه. ما تركز بقى. تمام الواد بقى تمام. اللي ثبتنا خد بالك ساكن هنا اسمه غريب، بس تركز معاه عشان ده في البلطجي منه. انا رايي تستناه هناك واول ما يجي تديله علقه. تمام تمام. يبقى انا كده في الطيران منه. هستناكوا في العربيه. يلا. شكرا يا اسطى، ربنا يبارك لك. ايه ده؟ ايه الميكروباص اللي انت نازل منه ده؟ مالكش دعوه. انتوا رايحين فين كده ان شاء الله؟ مش رايحين في حته. عملتوا ايه؟ ال 200 جنيه بتاعتنا بقوا 120,000 جنيه، يعني كده ناقص لنا 380,000. وانت ال 100 بتاعتك بقت كام يا جميل؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ صفر صفر على الشمال يا مستر وسيم. كان نفسي ارجع لك بصفرين 3 4، بس اعمل ايه؟ تعبت، سقطت من طولي. شكلك تعبان قوي، بس زعلان قوي. ده انت كمان عرقان قوي. ايه ريحتك دي؟ ايه ده؟ تلاش يا جميل، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه بقى خلاص، ما تبقاش كده بقى. فكر معانا بس، ايه اللي يخلي ال 120,000 جنيه اللي معانا يبقوا 500,000؟ نشتري ذهب. ايوه صح، نجيب ذهب. ده يا ابو دهب اللي عايز ترمي فلوسك فيه. الدهب ده لا اما تاخده في حضنك وتستنى سنه، غير كده ممكن تخسر فيه. خلاص يبقى نجيب الماظ. ياه، معقول اجيب الماظ وانا جنبي الماظ الدنيا كله؟ يا جواهرجي الحب، خليك معايا بدل ما نروح في داهيه. طب ايه؟ نشتري فضه؟ اشتري نفسك انت وامشي ورايا. احنا هنشتري شيكات. الشيكات دي من المعادن بيعملوا بيها سلاسل وكده؟ معادن ايه؟ نشتري شيكات ميته. في ناس بتبقى مش عارفه ان هي تحصلها، فبتبيع على البلطجيه زي يحصلوها بمعرفتهم. احنا بقى بال 120,000 جنيه دول ممكن يقع في هربزنا شيك ب 500,000 جنيه، نحصله احنا بقى بمعرفتنا، وساعتها كده يبقى احنا كسبنا. نحصله ازاي يا جميل؟ احنا فرافير يا جميل، خليك واقعي شويه. اتكلم انت عن نفسك واتكلم بادب لو سمحت، انت والسنيوره اللي جنبك فرافير. مين دي اللي سنيوره؟ انا بقول لك انت فرفور. انا مش سنيور، انا يا مين السنيوره؟ انت السنيوره وانت انا والسنيوره فرافير يا سيدي. هنعمل ايه؟ ما اعرفش بقى، احنا فرافير ما نعرفش هنعمل ايه. ماشي، شوف هنجيب الشيكات دي ازاي. تعجبني، سهله. الو، لو سمحتم عايزين نص ارانب بجحة. ارانب ايه؟ بقول لك فرافير ما بناكلش ارانب طبعا. ثانيه واحده، مش بتكلم مع الراجل. انت هتمشي معايا بالتي هي احسن ولا همشي معاك. حاضر، اتفضل. بعد اذنك. يا جماعه احنا قربنا قوي نكسب دلوقتي. سعدون البرنيطه اللي جاب بيها ال 100 جنيه ضاعت، فسعدون بره اللعب كده. هو فعلا حدث ان البرنيطه الولد الحيوان جه سرقها، بس انا ما سكتش، رحت طاير بقى وراه وقعدت وابتديت من اول وجديد، والحمد لله يعني حاولت اشحت في ظروف قاسيه جدا. يعني انت رجعت البرنيطه؟ الحمد لله، هذا من فضل ربي. وكونت فلوس؟ الحمد لله حاولت، بس كانت الدنيا شمس جدا وحر. لميت كام؟ ما تقوليش رقم يموتني. 12 جنيه؟ 1000. تحفه يا سعدون، هذا عملت الواجب وزياده، شكرا جدا.
انت يا غريب دلوقتي انا في حاجه مش فاهمها. ايه؟ انت دلوقتي مديني 2000 جنيه وانت كنت بتبيع 2000 علبه مناديل. ايوه فين بقى المكسب؟ ما انا هقول لحضرتك، انا كنت بجيب الباكيته ب 100 جنيه وكنت ببيعها ب 101. ده ايه الربح الفاحش ده طبعا هو تفكير منطقي، تجيبها ب 100 تبيعها ب 101، بس دي عايزه 3 سنين و3 ايام عشان تجيب ال 100000 جنيه. ما هو انا لازم ارخص عشان اضغط على المنافسين. ماشي، فانت بتكسب في العلبه 100 جنيه. اوكي، فين بقى فلوس المكسب؟ فلوسي كلها مرميه في السوق. يعني ايه الجمله دي؟ ما انا هقول لك دلوقتي، كل زبون يجي يشتري مني يبقى في جنيه، يقول لي ايه؟ يبقى لك بتحصل وبتحصل لك وبتحصل لي وبتحصل بتحصل. لا واحنا بنسامح بس، فانا مستنى الم الفلوس دي من كل واحد. انت عارف الناس اللي خدت منك كل واحد جنيه؟ ايوه انا عارف. يعني انت ال 100 جنيه اللي جبت بيهم علبه المناديل بعتها برضه ب 100 جنيه؟ لا ب 101، ما هم قالوا لي يبقى لك. يعني احنا في المربع صفر. ساعدون عشان ده غبي جدا. يا اخي حرام عليك بقى، ما الراجل هيروح مننا كده. وانت اغبى منه، بس انا عندي امل فيك دلوقتي. شكرا يا سعدون، شكرا. فين بقى فلوس التبات اللي انا اديتها لك؟ التبات دي تسوى 200,000 جنيه. ايوه ماشي، فما تقوليش بقى بعتهم ب 200 جنيه و300 جنيه والكلام ده عشان ما يجيليش جلطه. انا عبيط يا مازو، انا مش للدرجات. ب 15 جنيه 1000. تحفه. ايوه تحفه يا سعدون. ايوه شايف هو لا بني ادم زينا ولا في الروح ولا عنده مخ وبيفهم احسن منك وبيتصرف. ما حرجناش بقى يا مازو، والله دي حاجه بسيطه خالص. طب يا سعدون دلوقتي انت معاك دلوقتي ال 12 من الشحاته و15 من التبات، فين بقى هم؟ لا ما انا طحينيه، ما معيش فلوس خالص. يعني انت مش قلت لي بيسقوا 200,000؟ فجاه سعرهم نزل بقى ب 15,000. اسكت، انا رحت جايب ال 12,000 اللي جبتهم من الشحاته على 3000 من عندي ورحت شاري التبات ليا انا بقى واستفيد من الصفقه. كده هترجم بس اللي انت بتقوله عشان انا في خيال في دماغي. مستثمر صغير. انت ال 12,000 اللي كسبتهم من الشحاته زودت عليهم 3000 من جيبك. ايوه. واشتريت بيهم التبات. ايوه. اللي انت اصلا بتبيعهم. ايوه، فرصه لا تعوض، انا اشتريهم بدل ما حد غريب يشتريهم. يعني انت قلعت الشراب ولبسته على الناحيه الثانيه. لا ما اشتريتش الشرابات، ما كانش فيه. انت عارف انت ايه يا سعدون؟ انا صاحبك الصحوب. لا انت العربيه 128 اللي واقفه في اخر كوبري اكتوبر عطلانه وموقفه الكوبري من اوله من البطل احمد عبد العزيز. طب ما كنت نزلت الزمالك، مالكش دعوه بس. يا كفره انا معايا 499,000 جنيه و800 جنيه وفاضل لي 200 جنيه. 200 جنيه مش عارفين تجيبوها؟ يا اخي عيب عليك بقى كده، صاحبك الصحوب واقف وانت الغاغه دي على 200 جنيه. ادي 400 يا بني ادم، انا مش بجمع ظرف عيد ميلاد، انا عايز 200 جنيه من اصل ال 100 جنيه اللي انت خدتهم عشان تستثمرهم. 100 جنيه؟ تصدق ان انا في جست اداني تبسي 100 جنيه؟ فين؟ لا ما انا رجعتهم تاني. ليه؟ عشان كانت مقطوعه مغسوله كده من الحرف. ياما يا لهوي، مغسوله، ما كانت مغسوله. اوعى. سادة أول ما كان ده أول. أنا خايف سنة. خايف سنة إيه؟ أنا خايف أوي. بس اثبت ها؟ يا حنظلة! أنت فين يا حنظلة؟ مفيش حد هنا ولا إيه يا جميل؟ مين؟ انتوا مين؟ معاك المعلم بقلوز. وانا المعلم كلبوز. انت ليه قلت بقلوز؟ خليتني اقول كلبوز بقى، شكلي وحش جدا. هي هتفرق ما الاتنين ب5 جنيه في اي كشك. عايزين مين يا معلمين؟ عايزين المعلم حنظله. ما تطلع تكلمنا راجل لراجل يا معلم، ولا انت ما بتفهمش في اصول الضيافه؟ خير يا معلمين. تقريبا حنظله خاف مننا، بعت لنا والده. ناسفين يا حاج لا مؤاخذه صحناك. ابعت لنا الواد حنظله، عايزين نتكلم معاه كلمتين. انا المعلم حنظله. اوه. طب حس كده يا معلم حنظله بقى، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، واللي تحسبه موسى يطلع على طول. يا اخي انت فرهود، ما تطولش عليك الجمل وتفرهدنا. بقى معلم حنظله، انت لينا عندك 500,000 جنيه ما دفعتهمش لحد دلوقتي، لعل المنع خير. وانا اعرفكم منين؟ وانتوا تعرفوني منين علشان امضيلكم شيك؟ حادق قوي وفهلاوي قوي. ما تدفع اللي عليك يا حنظله،
ولا انت غاوي فرهاده؟ واللي بيسال على اللي ملوش فيه ما يرجعش يعيط زي اللي قبليه. وطبعا ايه اللي انت بتقوله دوت معناها ايه دي؟ مش عارف ولا شيء، معنى اندمجت سنك. مش وقته هنكتشف ولا حاجه. يبقى انتوا اشتريتوا الشيك من المعلم حسني، صح؟ قولوا صح. صح. وجايين تحصلوه مني، صح؟ قولوا صح. صح. ودفعتوا فيه كام؟ 120,000 بلبل. ضحك عليك. ضحك علينا؟ ايه اللي ضحك علينا دي؟ ضحك علينا ليه يا فندم؟ ما احنا هناخد مع حضرتك 500,000 جنيه، يبقى احنا اللي كسبانين ولا ايه؟ قول صح. وين ما دفعتش هعمل معاك الصح. والضرب في الوش ما فيهوش معلش، وهتدفع اللي عليك شئت ام ابيت. لان انت مش قد الكلبوز ولا قد البقلوز، ولا العكس ولا ايه؟ مش قدنا. ايه ده؟ ايه ده؟ هيرش حاجه. ايه ده؟ انت حضرتك بتاع غزل البنات، ما تحترمنا زي ما بنحترمك، او هات كيسين على الاقل. ده طلع فايكنجز وسرح السنيكس علينا. احنا بنهزر معاك يا حاج، ده احنا اصلا مش عايزين فلوس، احنا جايين كده نضحك. الشيك الشيك هو حاجه. السلام عليكم. يلا سلام عليكم. عسلية عسلية. ده انتوا طلعتوا خفاف قوي. هو دخول الحمام يا حبيبي انت وهو زي خروجه. يعني يكون عند حضرتك امساك يبقى خروج زي ما هم عادي. بس انت يا حبيبي انت وهو في ورشه المعلم حنظله، والدخول عند المعلم غير الخروج من عند المعلم، صح؟ قولوا صح. صح. الرجاله هتعمل معانا الصح. قروش مصر. أنا اسمي مظهر محفوظ، والحقيقة أنا شاب وطموح جدا، وعندي مشروع مطعم زلابية. معايا 499 و900 جنيه، وفاضل لي 100 جنيه على المشروع ده. فأنتوا هتخشوا بحصة ال 100 جنيه دي بس. 100 جنيه بس؟ ما هو اللي فاضل في الزلابية، اللي خلاص شوية السكر اللي هيترشوا من فوق مش أكتر. فأنتوا هتدوني ال 100 جنيه وهرجعها لكم بعد ربع ساعة 50,000 جنيه. وهتكون لحقت بقى نفذت المشروع وكسبت كمان؟ أيوة، ما الزلابية بتستوي بسرعة، مفيش حاجة. وايه النافع اللي هيعود على المجتمع بالمشروع ده؟ لا يا ست، كل مجتمع هنا بقول لك هتديني 100 جنيه، ربع ساعة الموبايل هيرن هرجعهم لك 50,000 جنيه، ما فيش مجتمع ولا نافع. انت عامل دراسه جدوى للمشروع ده؟ لا أنا مش عامل دراسة جدوى، لأن ما فيش جدوى من الموضوع ده إن أنا أعمل له دراسة جدوى يعني. يا جماعة هتدوني 100 جنيه، تليفوني يرن، كلكم 50,000 جنيه، بقيتوا أغنياء. هو في حد ممكن يجي له عرض كده ويرفضه؟ يا جماعة 100 جنيه يا جماعة، أقول لكم 100 جنيه ومش هرجع لكم حاجه. اعتبروني انا شحات عمال يخبط زنان، بخبط على ازاز العربيه وعايز 100 جنيه. اخلصوا منه يوديني ال 100 جنيه. 100 جنيه. انت دمك خفيف قوي وشاب لطيف وعندك مستقبل. الصراحه اوفر ما يتعوضش. هي الزلابية فيها بوتنشال كبير طبعا، بس انا للاسف اوت. انا اوت. انا كمان اوت. وانا كمان اوت. لا مظبوط، سابع الله ضاغط. بورس. طب بتشاور عليا ليه؟ مش قصدي انت. معاهم فلوس الدنيا ومش عايزين يدوني 100 جنيه، ابخل 3 شفتهم في حياتي. حظي حلو، كويس انه بورصه يا مازو. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انت ناسي ان اللعبه فيها وسيله مساعده، ان اختار اي حد من فرقتك يلعب معايا؟ يا راجل انت فين من الصبح؟ نقي اللي انت عايزه وخده بالهنا والشفا. اقول لك خدهم كلهم ليك. اخس بقى بعد ما ضيعت سمعة الاتيليه بتاعي عشانك ما يتمرش فيك. طب ده انا حتى جايبه فلوس اكتر منك يا فاشل. ما تقلقش يا مزمز، انا هخلصك منهم كلهم وهاخدك تلعب انت معايا في فرقتي. انا؟ هو ينفع؟